حلوة قوي الساعة الكارديو دي. ده انا بالميت حرقت لي بتاع 500 سعرة. ايه يا ابني الميه دي؟ انت كنت بتتمرن في البسين ولا ايه؟ يا عم ده عرق، بس بقول لك ايه، كنت بجري بسرعة 600 كيلو متر في الساعة، 500 سعرة بالميت. اه هو انت منهم من مين؟ اللي فاكرين ان هم كل ما يعرقوا اكتر هيحرقوا دهون اكتر؟ ايوه يا ابني، ما العرق ده الدهون اللي انت بتحرقها. انت لو جبت حتة زبدة وسيحتها مش هتلاقيها عملت زي المية كده؟ هي دي دهون. يا ابني انت بتخس لما بتتنفس مش لما بتعرق. هتهبد هسيبك وامشي. انا بتكلم بجد، انت كل اللي محتاجه انك تلعب كارديو بشده متوسطه، يعني سرعه متوسطه لفترات طويله. في الاول جسمك هيستمد الاكسجين من التنفس عادي جدا، بس بعد كده ضربات قلبك هتزيد ومش هيبقى قادر انه يوفر الاكسجين المناسب للعضلات بتاعتك، وساعتها هيستخدم الطاقة من الجلوكوز الموجود في الجسم. بالظبط كده. ده بقى اسمه التنفس اللاهوائي، ان هو بيستخدم الجلوكوز كطاقة عشان يمد الجسم بديل للاكسجين، بس طبعا الطاقة دي بتبقى محدودة مش زي الاكسجين، عشان كده بعد شوية بتحس ان انت هتقع من طولك، فالبحيرة اللي انت عاملها دي ملهاش اي لازمة. ماشي، بس ايه رايك في المستوى؟